مرحبا بكل متابعي الكرام في التفاصيل الكاملة ديال اللقاء اللي انتهى قبل لحظات، واللي يجمع منتخب المغربي لأقل من 17 سنة ومنتخب أمريكا أيضا ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم بقطر. فقبل نشوفوا التفاصيل كاملة ديال هذا اللقاء فنبغي نحيي ونرفع القبعة لأبناء المدرب نبيل بها على وصولهم لهذه المرتبة من كأس العالم، وهذا إنجاز يعتبر للكرة المغربية. أيضا ما ننساش بأن المنتخب المغربي راه تواجد في مجموعة صعبة ضمت البرتغال واليابان، وهذا الشيء لازم نعرفوا بأن هاد الشباب هادو الصغار الناشئين يجب أن ندعمهم معنويا نفسيا باش ما تبقاش عندهم واحد المعضلة، وإن شاء الله هذا المنتخب وهذا الأشبال اللي ندعموهم باش يمشيو بعيد في البطولات المقبلة إن شاء الله. لكن اليوم اللقاء اللي كان منتظر مع كل عشاق كرة القدم المغربية وكل الجماهير المغربية أنهم يشوفوا منتخب المغرب في الأدوار المتقدمة من هذه البطولة هذه بكأس العالم أو اللقب في الأخير. فقبل ما نشاهدوا كل التفاصيل فما فيها بس دعونا لايك واشتركوا في القناة أسفل الفيديو، ضغطوا على الاشتراك وفعلوا الجرس يوصلكم دائما كل جديد على قناة الرياضة نبض الرياضة. فكما كان معلوما اللقاء اليوم هو اللي شد انتباه كل الجماهير المغربية ضد منتخب أمريكا، منتخب اللي مر على رأس المجموعة ديالو. هذا المنتخب هذا اللي كان جيد جدا، وكان هذا اللقاء اشتعل قبل بدايته خصوصا من قبل الصحافة الأمريكية اللي قالت بلي لقد تعبنا في مواجهة كل فئات هذا البلد، يعني منتخبات الشباب منتخبات أولمبية. فصراحة نفتخر أن الصحف الأمريكية تتكلم بهذه الطريقة على المنتخب المغربي، وأصبح عقدة للكرة الأمريكية عامة، باستثناء المنتخب الأول اللي كان تعرض لخسارة 3-0 بقيادة المدرب المغربي خالد لوزيتش اللي كان السبب في إقالته من تدريب المنتخب المغربي، وبعد ذلك شد ودري المنتخب آنذاك ومشى بعيد في بطولة كأس العالم، وصل نصف نهائي كأس العالم وانهزم في المباراة النصف أمام منتخب الفرنسي 2-0، واللي كانوا عندنا إصابات كبيرة على مستوى خط الدفاع وخط الميدان. لكن على العموم اللقاء ديال اليوم ولكنه لقاء ديال الشباب، لكنه لفت أنظار كل عشاق كرة القدم المغربية، وكان المنتخب المغربي يلعب بشكل جيد في هذا اللقاء أمام منتخب متمرس منتخب أمريكي. لكن على العموم اللقاء اليوم كان لقاء جيد صراحة، استمتعنا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء ممتع. كان لقاء فيه مجموعة من الكرات الجميلة والأهداف والفرص، وكان المنتخب المغربي يلعب اليوم بشكل قوي وبندية، وقدموا كل ما عندهم هاد اللاعبين هادو تبارك الله عليهم. التشكيل دخل به اليوم نبيل بها، كان فيه بعض التغييرات المباراة السابقة، لكن على العموم لعب بشكل جيد المدرب بها. وعلى كل شيء رغم كل شيء إلا أن المنتخب المغربي يستحق التواجد في البوديوم. لماذا؟ فالمنتخب المغربي صراحة عنده لاعبين بمستوى عالي، لكن كان لازم يكون واحد العمل كبير قاعدي واستعدادات مكثفة لهذه البطولة هذه العالمية الكبيرة. فكنظن بلي المنتخب المغربي اليوم قدم أداء رائع، وهذا هو الأهم. الحمد لله دزنا أدوار متقدمة وهادشي اللي بغينا الحمد لله، وإن شاء الله نشوفوا القادم يكون أفضل في باقي البطولات القادمة إن شاء الله. أيضا مجموعة من المباريات اللي غتلعب اليوم من المباريات ميسر أيضا تونس تواجه النمسا، سويسرا المنتخب المصري، أيضا مجموعة من المنتخبات العربية اللي غتلعب اليوم وغدا حتى اليوم السبت المقبل. وكنظن بلي نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة هذه ديال كأس العالم بقطر 2025 اللي كانت ناجحة 100%، خصوصا أنها الملاعب اللي تلعبوا فيها كانت ملاعب جميلة جدا وكانت تستحق التشجيع صراحة. فنتمنى الله التوفيق للمنتخب المغربي في باقي اللقاءات المقبلة، وإن شاء الله احنا معكم بكل جديد حول المنتخب
المغربي، واللقاء المقبل ان شاء الله نتمنى توفيق المنتخب المغربي. والى فيديو قادم، السلام عليكم. اكيد ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج. انا منشئ لكم تحيه سعيده عقاد، رفقتنا في اخراج البرنامج الموسيقيه هشام بوزوغ، الاشتراك على اللايك واعجاب الصوره حنان بوخار. شكرا.